5 ألعاب نفسية ممكن يعملها معاك الشخص اللي قدامك، وازاي تتصرف مع كل واحدة منهم. أول حاجة، لما يحسسك بالذنب ويعيش دور الضحية. يعني مثلا يقولك ده أنا كنت بعمل كل ده عشانك وانت فهمتني غلط، أديني أهو طلعت نيتي كويسة وعايز مصلحتك، ده أنا كمان كنت جايبلك هدية وعاملها لك مفاجأة وانت تعمل كل ده فيا وتفهمني بالشكل ده. وهنا ردك هيكون بس انا ماليش في الهدايا، او انت عارف انت كده كسرت مقاديفه في الحاجة اللي هو كان فاكر ان هو هيجيبك بيها، فانت لغيتها خالص. ولسه كمان هتقوله ايه ده، ثانية، هو انت فعلا عملت كل الرصة اللي انت قلتها لي دي؟ انا بجد اتصدمت، انا في حاجات ما كنتش اعرف ان انت عملتها وانت صدمتني بيها اكتر دلوقتي. لا لا، بجد انا الشخص اللي بيعمل كذا 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 ده بينزل من نظري جدا، ورسله كل الحاجات اللي هو عملها. وبكده انت عرفته ان كل الصعبانيات اللي هو عملها دي هي اصلا انت ما سمعتهاش، وعرفته كمان ان هي صدمتك اكتر. يعني هيندم اساسا ان هو جرب في وقت من الاوقات ان هو يحط عليك الذنب لانك مسكت الكلام عليه. رقم 2، الصمت العقابي وازاي تتصرف معاه. لما يعمل معاك صمت عقابي أو يختفي أو يتجاهلك مرة واحدة كده بعد أي خناقة، فساعتها أول ما يبدأ يعمل الصمت العقابي أو التجاهل، ابعت له مسج يقوله أنا مسافر الفترة اللي جاية فهختفي مدة، عشان بس ما تتخضش لو لقيتني مختفي أو لقيتني ما بردش. كده طبعا انت بوظت الخطة بتاعته وخدتها مكانه وانت اللي اختفيت، فانت كده خدت الموقف كله وبوظت له الخطة بتاعته، وكل ده من غير ما يعرف ان انت فاهم خطته. فبالتالي هيتحرق دمه ان هو معرفش يعمل معاك الخطة، وان هو لسه هيستنى اختفائك لما يخلص عشان يبدأ يعمل معاك اي حركة من الحاجات اللي كان عايز يعملها. رقم 3، عدم الاعتراف بخطأه. تتصرف معاه ازاي؟ لو حد بيقولك لا انا ما غلطتش، لا انا ما عملتش كذا، ساعتها اتعامل معاه على اساس ان الخطأ بتاعه حصل خلاص، مش انك بتتناقش معاه هو حصل ولا ما حصلش. في فرق. يعني مثلا لو انا جيت دلوقتي قلتلك انت عملت كذا كذا كذا، ساعتها هديلك فرصة ان انت تقولي لا انا ما عملتش. لكن لو جيت قلتلك يا فلان الغلطة اللي انت عملتها اللي هي كذا 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 خلتنا ان احنا نعمل النهاردة كذا كذا كذا، يبقى انا كده عرفتك ان الغلطة بتاعتك واقع، الغلطة بتاعتك حصلت، انا مش بتناقش معاك. حتى لو انت طلعت بتتذاكى وقلتلي لا بس يا نور انا ما عملتش الكذا كذا كذا اللي في الاول دي، ساعتها خلاص هبقى قفلت الموضوع وهقولك احنا بسببك اتحطينا في كذا كذا كذا، المفروض كذا 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 كذا، وهكمل كلام عادي جدا. رقم 4، ازاي تتصرف مع الشخص اللي بينسب الموقف لنفسه وبيطلع نفسه هو اللي فاهم كل حاجة وهو الكل في الكل. يعني مثلا يقولك شفت الموقف بتاع دلوقتي ده، او عشان انا قلتلك قبل كده ان هيحصل كذا كذا وانت ما سمعتش كلامي، وهو ما قالكش ولا حاجة. ساعتها ريحه خالص وقوله بتهزر، ده انا معرف البيت كله ان انت قلتلي العكس وان انا دلوقتي في الحوار ده بسببك. ولا بقى تقوله لا انت ما قلتليش، ولا ايه ده امتى ده قلتلي مش فاكر، وتسيبه بقى يقعد يلعب بعقلك. لا احنا ننهي خالص ونعرفه ان هو اصلا قالك العكس. وكمان مش ليك انت، ده انت معرف البيت كله. يعني هو لو عليك انت هيقدر ان هو يقولك لا انا ما قلتلكش العكس ويقعد يرد عليك، لكن انت معرف البيت كله، فهتلاقيه بعدها رايح عند كل واحد على جنب بيثبت له ان هو ما قالش الكلام ده، وبيثبت له ان انا نصحته بكذا كذا كذا يا جماعة. وكده انت لعبت على نقطة ضعفه وخليته يحرم ان هو ينسب حاجة لنفسه، لان كل ما هينسب حاجة لنفسه هتقوله ايه ده مش فاكر، انت قلتلي العكس تقريبا. رقم 5، لما الشخص ده يغير الواقع اللي حصل والاحداث اللي حصلت ويخليك تتجنن لان مش هو ده اللي حصل، ساعتها هتقوله ايوه وتصدق على كلامه، وبعدها تقوله الكلام الحقيقي. يعني مثلا لما اجي اقولك انا بقى عارفة مثلا ان انت اديتني بالظبط 500 جنيه، فاقولك هو انت اديتني 200 جنيه، فانت هتقولي ايوه ايوه اديتك 500. هنا الشخص ده هيحصل له ايرور. ليه؟ لان الحاجات اللي بتخلي الشخص ده
يبقى قوي في النقطة دي. لو انت اتجننت وقلت له لا لا لا، انت ازاي بتقول ان انت اديتني كذا، انت مش فاكر، والله اديتني كذا بالظبط، على فكرة انت مش فاكر، لا اديتني كذا، طب اثبت لك كذا كذا. هو ده اللي بيشجع الشخص ده ان هو يقول لك لا انت ناسي، ويقعد يغير في الاحداث. لكن لو انت صدقت على كلامه هو اللي هيتجنن. يعني مثلا من ضمن الحاجات الذكية اللي بيعملها الكلاينت في الشخص البياع او السيلز اللي بيبيع له حاجة، ان هو مثلا السيلز بيقول للشخص ده السعر الفلاني مثلا سي 1000 جنيه، فيجي الكلاينت تاني يوم يبعت له يقول له هو انت قلت لي السعر 300 جنيه. فلو الشخص ده قال له لا يا فندم ما ينفعش 300 وكل ده، ساعتها هيبقى الكلاينت هو اللي قدر يسيطر. لكن هنا يقدر السيلز ده يقول له اه ايوه يا فندم، وبعدها يقول له السعر كله بالشحن وكل حاجة قلت لك ان هو فعلا 1000 جنيه. في طريقة رد تاني للشخص اللي بيغير الأحداث، وهو ان انت تقول له معلش انت بتنسى لان انت بتنشغل كتير، انا حاسس بيك، اللي حصل بالظبط كذا 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 كذا، تمام، وما تقلقش انا كده كده فاكر، ويعني خلاص انا كده كده فاكر الموضوع، عشان انت بس انشغالاتك كتير وبتنسى كتير وكده. يبقى انت كده حكمت عليه على طول بالنسيان، وجبت له مبرر كمان ان هو بينشغل. يعني انت خدت الموضوع كله في جيبك، انا مش لسه هستناك تقولي لا حصل كذا او ما حصلش كذا، ده انا حكمت عليك وجبت لك المبرر ان انت بتنسى ليه، وقفلت الموضوع من بابه، فمش هديلك فرصة تاني ان انت تقولي لا اللي حصل كان كذا كذا.